مجازي طبعا لعشاق وهوة كرة القدم السعودية. والهدف هدف مباغت جيان أساموا في وقت كنت أتحدث وأقول بأن حمد المنتشري وباسم المنتشري تمكنا من إيقاف هذا اللاعب يفتح مجال التسجيل بالرأس في غفلة من دفاع اتحاد جدة في القائم الأول. لم يقدر عبد العزيز تكروني يفعل أي شيء في هذه الكرة المباغتة وكأنه قطع اتجاه الكرة بالرأس وسجلها مفتتحا مجال التسجيل. جيان أساموا الغاني يمنح التفوق لنادي العين. شوف الإعادة سبقها واو سبق المدافعين كلهم واستلم الكرة بالراس. قوي جدا الغاني في الكرات الراسية، خلى الدفاع واقف يتفرج، جاء من بعيد ضرب الكرة بالراس امام 4 لاعبين واقفين امامه. هدف مباغت ولكن خلوني نقول لكم بانه مستحق لنادي العين. في وسط الميدان تروح مباشرة لجمال بابندوخ، ترجع له مرة ثانية يلعبها على الجهة اليسرى مع عبد الفتاح عسيري. عبد الفتاح عسيري ترجع له مرة ثانية، محاولة التوغل يلعبها إلى الجهة اليسرى خطيرة وصله عبد الفتاح عسيري. مختار فلفا يعود تضييع ضربة الجزاء ويصنع الفرق في مدرجات ملعب الملك عبد العزيز بهدف رائع جدا. اللعبة الرباعية كانت رائعة جدا. هذه المرة خالد عيسى لم يقدر ولم يتمكن ولم يشاهد شيئا في هذه اللعبة وفي هذه اللقطة الجماعية الرائعة جدا. هدف التعادل بشق الأنفس للاتحاد ولعشاقه وجماهيره. هدف مقابل هدف صارت النتيجة. شوف التوغل الرائع من عبد الفتاح عسيري، التوزيع الرائعة، والمهاجم مختار فلاتا يعدل النتيجة للاتحاد. هدف لهدف عند الدقيقة 70. تشعل المباراة الآن بعد تسجيل هدف التعادل، تشعل المباراة من جديد. فلاتا 26 سنة على العين والراس يقول لجماهير الاتحاد نعم أنا البدنية والقدرات البدنية للاعبين سيكون لها دور. فهد الذي خرج الكرة مباشرة للخلف ناحية مدافعه عبد الفتاح عسيري. ضيعت ضربة الجزاء وها أنا ذا أسجل هدفين. يقول مختار فلاتا بالروعة، هدف ثاني من أروع ما يكون بالراس، ارتقى فوق العمالقة فكان عملاقا مختار فلاتا. نعم انتقى فوق العمالقة إسماعيل أحمد وفارس جمعة ومهند سالم وتمكن من تسجيل هدف ثاني. ماذا يحدث لنادي العين في هذه اللحظات؟ ماذا يحدث يا خالد عيسى لنادي العين في هذه اللحظات؟ لحظات حرجة وعودة قوية. هدف في منتهى الروعة بالراس، واو حطها في الزاوية اليسرى من مرمى حارة خالد عيسى. هدف من أروع ما يكون من مختار فلطة بالراس، عملاق أمام العمالقة يتفوق عليهم ويمنح التفوق للاتحاد الذي كان منهزما بهدف مقابل 0 صار متفوقا بالثنائية. أحسن أنك ضيعت ضربة الجزاء.